تتشرف بإعطاء انطلاقة حملة إفطار الصائم بالمغرب خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى تخفيف العبء على الأسر المتعففة بالمملكة المغربية في إطار الوشائج الإنسانية المتينة التي تربط بين بلدينا الشقيقين قيادة وشعبا. تأتي هذه الحملة الأخوية الإنسانية لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في سياق المبادئ التي وضع جذورها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة طيب الله ثراه. ويواصل حمل شعب قيادتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للنهوض بالعمل الإنساني وللتخفيف من معاناة الفئات المتعففة. ويستفيد من هذه المبادرة الإنسانية عدد من الأسر المتعففة في إطار تعاون دائم من السلطات المغربية التي نشكرها على تفاعلها وتعاونها الطيب، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة للعمل الخيري والإنساني، وكذلك وسائل الإعلام التي تواكب هذه الحملة الأخوية في إطار رسالة أخوة ومحبة